السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد تاني بالنسبة لسلسلة كأس العالم والنادي الأهلي. ودلوقتي هنتكلم باستفاضة عن كل حاجة تخص النادي الأهلي، فبطلب منك، أنا اللي بطلب منك، مش هقول لك لايك، لا يعني اللايك ده هنخليه كمان شوية. قوم دلوقتي اعمل لك كوباية شاي أو كوباية حاجة كده علشان دماغك تستوعب المعلومات والكلام اللي هيتقال. وبعد ما تخلص دوت تعالى واعمل اللايك بتاعك والسبسكرايب وفعل الإشعارات وجهز دنيتك، ويلا بينا يا معلم نبدأ الحلقة. يلا. مبدئيا كده النادي الاهلي شارك في البطوله 7 مرات. اولى مباريات النادي الاهلي في البطوله ديت كانت تحديدا 19 ديسمبر 2005، كانت اولى مبارياته ضد النادي الاتحاد السعودي، الاتحاد اللي بيلعب فيه احمد حجاز وطارق حامد. المباراه ديت ساعتها انتهت 2-0 لصالح نادي الاتحاد السعودي، وساعتها النادي الاهلي حقق المركز السادس كاول مباراه واول يعني اولى مشاركاته حقق فيها المركز السادس بشكل عام. وبعدها النادي الاهلي شارك مره تانية. بس قبل ما نكمل في مشاركات النادي الاهلي دي للمعلومه، يعني النادي الاهلي تاني اكتر نادي مشاركه في تاريخ البطوله بشكل عام بعد نادي اوكلاند سيتي. بطل اوكاكيانوس. آه معرفش والله دي قاره ولا ايه دي بالظبط، بس هو كل سنه بيشارك، يعني تقريبا القاره كلها ما فيهاش غير النادي ده فبيشاركوه كل سنه. فالنادي ده مشارك حتى الآن 10 مرات. النادي الأهلي من بعده ب7 مشاركات، ولكن النادي الأهلي على فكرة خاض مباريات أكتر من أوكلاند سيتي. أوكلاند الأكثر مشاركة، أو إنما الأكثر خوضا المباريات هو النادي الأهلي. تمام. النادي الأهلي حتى الآن خاض 16 مباراة. وبعدها النادي الأهلي رجع شارك تاني في 2006، يعني 2005 السادسة، 2006 أو السادس عالم أنا آسف. في 2006 النادي الاهلي راح شارك للمره الثانيه على التوالي، وساعتها النادي الاهلي حقق اول برونزيه في تاريخ النادي الاهلي. وفي البطوله دي برضه محمد ابو تريكه كان هداف البطوله ب3 اهداف. محمد ابو تريكه ساعتها كان عامل اداء عالمي في البطوله ديت، والنادي الاهلي قدر ان هو يحقق البرونزيه. بعدها النادي الاهلي غاب في بطوله 2007 ورجع شارك تاني في 2008. والنادي الاهلي قدر ان هو يحصد المركز الرابع للمره الاولى في تاريخ النادي، وكان مركز متقدم وكان ممكن نحصل فيه على البرونزيه الثانيه. ولكن ساعتها النادي الاهلي فشل في ان هو يحقق البطوله ديت او البرونزيه، وحصد على المركز الرابع. بعدها النادي الاهلي يعود مره تانية ويشارك في 2013 مع الجيل الذهبي، او كان خلاص دي نهايات الجيل الذهبي في اواخر الجيل الذهبي. النادي الأهلي يروح كأس العالم مرة أخرى وللموسم الثاني مرة تانية على التوالي، ويحقق المركز السادس لثالث مرة في تاريخ النادي. كده النادي الأهلي قبل ما يجي بيتسو موسيماني شارك في بطولات كأس العالم 5 نسخ. في ال5 نسخ قدر إن هو يحقق المركز السادس 3 مرات، المركز الرابع مرة واحدة، وواحدة حقق النادي الأهلي واحدة برونزية وثلاثة سادس عالم وواحدة رابع عالم. وده خلينا برضو متفقين إن ده كان مع، يعني ده الجيل الذهبي بتاع النادي الأهلي. الجيل الذهبي مع النادي الأهلي دي كانت أرقام. بعد 2013 النادي الأهلي يغيب عن كأس العالم 7 نسخ. النادي الاهلي بعد الغياب الكبير قوي دوت يعود مع البيتسو موسيماني في 2020 علشان يبدأ أولى مبارياته في 2020 ضد نادي الدحيل القطري منظم البطولة. والنادي الأهلي يدخل المباراة ديت بكل القوة اللي كانت عند أي بني آدم كده إن هو راجع لكأس العالم، وكان عندنا طموحات كبيرة جدا إننا نحقق حاجة في البطولة دي. أي نعم كان معانا البافاري بطل أوروبا في نفس البطولة، ولكن كان عندنا طموح كبير. في البطولة ديت النادي الأهلي قدر إن هو يفوز في أولى مبارياته ضد الدحيل القطري 1-0 علشان يطلع للدور الثاني ويقابل بايرن ميونخ، والبايرن يفوز على النادي الأهلي بهدفين بدون مقابل. ونروح عشان نلعب ثالث ورابع على العالم ونتعادل مع بالميراس 0-0 ونفوز عليهم في ضربات الجزاء. ويعني يمكن من دي الحاجات اللي فرحتني قوي من كأس العالم كده، عشان بجد كان فريق مستفز جدا، فريق برازيلي مستفز يعني. عدت على خير يعني، والنادي الاهلي قدر ان هو يفوز بتصدي محمد الشناوي للركله الخامسه ويحقق البرونزيه للثانيه على تاريخ النادي الاهلي وتاريخ افريقيا كلها. عشان يجي النادي الاهلي في 2021 ويشارك للمره الثانيه على التوالي، وديت كده تاني مره على التوالي على فكره لو ملاحظين، لثالث نسخه. يعني 2005 2006 2012 2013 2020 2021، ولسه هنتكلم عن الجايه ديت. المهم في النادي الاهلي 2021 بيبدا مبارياته ضد مونتري، وكلنا فاكرين ان مونتري كنا داخلين لها المباراه حرفيا بنص الفرقه بتاعتك.
اكتر من 10 لعيبه او التيم الاساسي كله بتاعك كان كله بره السكور، كان مع المنتخب في افريقيا، عشان ساعتها كان عندنا الماتشات بقى في السنغال ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، فما كانش معاك ولا لاعب من التشكيله الاساسيه حرفيا. كنت بادئ ساعتها بعلي لطفي ومحمد هاني وقدامهم، انا مش فاكر التشكيله كلها، بس حرفيا انت ما كانش عندك اي حد من الاساسيين. وساعتها النادي الاهلي قدر ان هو يتخطى مونتري اللي كان فاز علينا 5-1 في 2013، وفاز علينا مره ثانيه 2-0 في موسم 2012. النادي الاهلي قدر ان هو يرجع ويفوز عليه بنتيجه هدف لدون مقابل في مباراه كانت هي الاقوى تكتيكيا من البيتسو موسيماني، وفزنا في المباراه ديت وصعدنا للدور الثاني علشان نلاعب بالميراس اللي كان داخل المباراه للانتقام. بالميراس دخل بعد ما احنا خدنا منه البرونزيه في 2020، دخل وانتقم فعلا وفاز علينا بهدفين دون رد. والنادي الاهلي في المباراه ديت كان زي الطائر اللي جناحاته مقطعه، النادي الاهلي ما كانش قادر ان هو يلعب المباراه دي، والنادي الاهلي للاسف خسر المباراه 2-0. ويعني كان عندنا حلم كبير قوي ان احنا ممكن نوصل لادوار متقدمه، خصوصا ان بطل اوروبا كان تشيلسي، وانا عن نفسي انا شايف ان النادي الاهلي لو لعب تشيلسي هيفوز عليه. المهم النادي الاهلي بيكمل البطوله ويروح لتحديد المركز الثالث والرابع ضد الهلال السعودي، علشان النادي الاهلي يبدا ويعمل اقوى واكبر فوز في تاريخ النادي الاهلي في البطوله، واكبر عدد اهداف يسجلهم في مباراه واحده. ويعني كانت مباراه عظيمه من بيتسو موسيماني ومن كل اللعيبه اللي شاركوا. المباراه اللي انتهت باربع اهداف دون مقابل، واللي سجل فيها ياسر ابراهيم هدفين واحمد عبد القادر هدف وعمرو السوليه هدف الخرافي اللي كان من بره ال 18. وانهى النادي الاهلي للبطوله ديت كبرونزيه كاس العالم الثالثه في تاريخ النادي والثانيه على التوالي. واللي جايه بقى خدنا 2 برونزيه، وخدنا واحده زمان واخدين 3 برونزيه وثلاثه سادس عالم وواحده رابع عالم. فاحنا دلوقتي بنطالب النادي الاهلي بتحقيق الذهبيه. خلاص الطموحات كلها عليت قوي وبقينا بنطمح فقط للذهبيه. قدامنا ريال مدريد واوكلاند سيتي وفلامينجو والهلال والوداد والناس دي كلها، بس مفيش اي حاجه هتوقفنا عن الحلم على الذهبيه. احنا عايزين الذهبيه خلاص، ما تجيش تكلمنا على اي حاجه تانية، احنا خلاص ضمننا الذهبيه. انا خلاص واحد من الناس اعتمدت ان احنا رايحين للذهبيه. النادي الاهلي الموسم دوت والبطوله دي بالذات بتلعبها على ارض عربيه، على ارض الوداد. تاني حاجه انت داخل البطوله ديت القايمه بتاعتك كامله، ما عندكش مشاكل زي السنين اللي فاتت، عملت كل التدعيمات اللي انت محتاجها. فاحنا نطالب النادي الاهلي بتحقيق الذهبيه، وباذن الله دوت اللي هيحصل. وبكده تكون انتهت حلقتنا، ولو عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم باذن الله في حلقات تانية وحاجات جديده نتكلم فيها، ومع السلامه.